البرود. قال لي تتكتب الشقة باسمي طبعا. افتكرت إني سامعة غلط. قلت له إزاي؟ الفلوس فلوسي وذهبي وتعب أبويا، من حقي تتكتب باسمي. وشه اتغير، صوته عالي، الكلام سخن والخناقة كبرت. وفجأة مد إيده وضربني وقالها بوضوح عمره ما هيروح من دماغي: الشقة هتتكتب باسمي غصب عنك. في اللحظة دي حاجات كتير ماتت جوايا. الراجل اللي كنت شايفاه سند وقع من عيني. تاني يوم وهو في الشغل لميت هدومي وخدت دهبي وفلوسي وسبت البيت. رجعت بيت أهلي من غير دوشة، من غير وداع. لما رجع وما لقانيش، الدنيا اتقلبت. مكالمات، رسايل، تهديد، اعتذارات، تمثيل. بس أنا كنت خلاص خدت قراري. اشتريت الشقة باسمي وقدمت على خلع. عدى كام شهر والناس حواليا ما سابتنيش في حالي. اتسرعتي، غلطانة، كان ممكن تستحملي، ضيعتي بيتك بإيدك. بس محدش شاف اللي أنا شفته. أنا شفت طمع، شفت عين اتحولت أول ما شافت فلوس مش بتاعته، وحسيت بخوف حقيقي، خوف إني أصحى في يوم ألاقي نفسي مطلقة وهو قاعد في شقة أبويا مع واحدة غيري. اخترت نفسي، اخترت أماني، اخترت كلام بابا. يمكن